يا هلا بالحلم وينك من زمان، يا حالاتك وانت متحقق بدي. كان ما بيني وبينك امتحان، هانت ظروفه وعدى كل شيء، عدى كل شيء. يا هلا بالحلم وينك من زمان، يا حالاتك وانت متحقق بدي. عملت كلية الطب، كلية التربية الجامعية، أستاذ محمد قسم التعليم الخاص، حكما خارجيا، الأستاذ الدكتور أسامة محمد إسماعيل خليل، قسم التعليم الخاص، جامعة التربية، حكم الداخلية، الأفاضل، الحضور الكريم من الطلاب وزملاء الباحث وأسرته الكريمة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجتمع اليوم في هذه الجلسة العلمية المباركة لمناقشة البحث المقدم من الطالب صالح بن سعيد بن صالح الحمداني بعنوان وسائل الضمان المشروعة لتنفيذ الالتزام بقانون المعاملات المدنية العماني، وذلك من ضمن متطلبات الحصول على درجة ماجستير قانون الخاص جامعة البرين. أحسب أن الباحث قد وفق في اختيار موضوع البحث بما يسير من هذا الموضوع من إشكالات قانونية وتعقيدات. هذه التعقيدات نشأت ونجمت عن حداثة العقود والمعاملات العقدية في ظل التغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم، وكان نتائج هذه الثورة الاقتصادية أن تتعدد الأنماط العقدية والنماذج التي تنطوي على التزامات عقدية، فكان لا بد من إيجاد وسائل وخلق آليات. هذه الآليات تكون بالحداثة وبالمواكبة لهذه النماذج العقدية. هذا الأمر أمر الضمان ووسائله والقضاء القانوني لتنفيذ والباحثين، عندك كذلك سلطة القضاء ما يتعلق بهذه الضمانات. توقف بنا الدراسة حقيقة فيما يتعلق بالجانب النظري لهذه الآليات ولهذه الوسائل والآثار التي تترتب عليها كآليات وقائية. فكشف الباحث في هذه الدراسة عن الضمانات المشروعة حماية للدائن، وتحقيقا لمدى فاعلية هذه الوسائل وهذه الآليات في تنفيذ الالتزامات في ظل تطور المعاملات والتطور الاقتصادي والحداثة الأنماط العقدية المساعدة لذلك. أترك المساحة للطالب الباحث صالح الحمداني لكي يعطي نبذة مختصرة عن موضوع البحث حتى نعرض إلى ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على البلوغ، ثم الحمد لله على التمام. الحمد لله الذي ما انتهى درب ولا ختم جهد ولا تم سعي إلا بفضله وكرمه، فالحمد لله قولا وفعلا وشكرا ورضا، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. في بداية كلمتي لابد لي أن أرفع كفوف الشكر والحمد
لله عز وجل الذي وفقني إلى أن أصل إلى هذه المرحلة العلمية العالية، ومهد لي الطريق لأن أكون بينكم اليوم لأناقش رسالتي في الماجستير قانون خاص. أيها الحضور، إنه لمن دواعي سعادتي وسروري أن أرحب وأتشرف بالدكتور محمد ربيع فتح الباب، عميد كلية الحقوق في كلية البريمي الجامعية، المحكم الخارجي، والبروفيسور أسامة محمد عثمان خليل، المحكم الداخلي وأستاذي في مرحلة الماجستير، والأستاذة الدكتورة هبة أبو بكر عوض، أستاذة القانون بكلية الحقوق بجامعة البريمي، مشرفة الرسالة، وجميع منتسبي جامعة البريمي من أعضاء التدريس والإداريين والطلبة والضيوف الكرام. لجنة المناقشة، أيها الحضور الكريم، إننا نجتمع بفضل الله من أجل مناقشة رسالتي التي قدمتها لاستكمال متطلبات الحصول على شهادة الماجستير في القانون الخاص، والتي طرحت بعنوان وسائل الضمان المشروعة لتنفيذ الالتزام في قانون المعاملات المدنية العماني. وتكمن أهمية هذه الرسالة في أنها توضح جليا أن المشرع العماني اهتم بوسائل حماية الضمان العام، وجعل لها مكانة بارزة في حماية حقوق الدائنين، وأولى لها أهمية خاصة، ونظمها وفق نصوص قانونية في قانون المعاملات المدنية في المواد من المادة 268 وإلى المادة 292. وتوضح وسائل الضمان المشروعة لتنفيذ الالتزام في قانون المعاملات المدنية العماني، والوقوف على طبيعتها وشروطها والآثار المترتبة عليها. وتوضح الإجراءات التي توفر وسائل الضمان لحفظ حقوق الدائن لدى المدين من خلال التعريف وبيان الشروط والآثار. واتبعت في الدراسة بالبحث المعمق والمنهج الوصفي الاستقرائي والتحليلي، وهو المنهج الأنسب لموضوع البحث، حيث إنه تم استعراض النصوص التشريعية والأحكام القضائية ذات العلاقة والواردة بالقانون العماني والقانون المقارن، وتحليل تلك النصوص لبيان مدى ملائمتها لواقع الحال فيما يتعلق بموضوع الدراسة. كما اعتمدت الدراسة على المنهج المقارن بهدف المقارنة حول موضوع الدراسة مع تشريعات بعض الدول الأخرى. خلال هذه الدراسة قد رصدت مجموعة من أحكام محاكم الاستئناف في المحكمة العليا العمانية فيما يتعلق بموضوعات الدراسة، استشهادا بها كل في موضعه. وتناولت في الدراسة 3 فصول، قسمت كل فصل إلى مباحث ومطالب. الفصل الأول التمهيدي، التعريف بمفهوم ضمان تنفيذ الالتزام والحق الضمان العام وخصائصه، وكذلك مفهوم الالتزام وأنواعه وخصائصه. والفصل الثاني جاء فقد وضحت فيه دعوى الضمان المشروعة لتنفيذ الالتزام، الدعوى الغير مباشرة، والدعوى الصورية، والدعوى البوصلية، دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين. تناولتها بالتعريف لكل دعوى والشروط والآثار وحقوق الدائن. والفصل الثالث تناولت فيه إجراءات الضمان المشروعة لتنفيذ الالتزام، وهما إجراءين: الأول الحجز على المدين المعسر بشهر الإعسار وآثاره وانتهاء حالة الإعسار. أما الإجراء الثاني حق الحبس بتعريفه وشروطه والآثار والانقضاء الحق في الحبس. وقد ختمته بخاتمة وتوصيات. هذا وقد اكتنفت البحث صعوبات دللتها عناية الله عز وجل ثم رعاية المشرف، وقد تمثلت بالنسبة لي في البحث عن المراجع المتوفرة واستحام الأعمال. خلصت هذه الرسالة إلى جملة من النتائج والتوصيات. كان أبرز هذه النتائج في ختام بحثنا هذا اتضح لنا بوضوح أن الوسائل التي أقرها المشرع العماني للدائن تحتل أهمية بالغة جدا، فإذا لم تكن هذه الوسائل موجودة فإن الضمان العام الذي هو موضوع الحماية يتجرد من كل قيمة نتيجة عبث المدينة وإهماله. لذلك حظيت وسائل حماية الضمان العام بعناية خاصة، فهي السبيل الوحيد في يد الدائن لكي يضع بواسطته حدا للغش المدين والقضاء على نيته السيئة. من خلال الدراسة التفصيلية لهذه الوسائل تبين لها أنها لا تحقق الحماية الكافية لحقوق الدائنين، فالحماية التي تحققها كل من الدعوى الغير مباشرة والدعوى البوصلية تكون حماية متأخرة، ولا يجوز للدائن اللجوء إلى أي منها إلا بعد إعسار المدين أو الزيادة في إعساره، فهما يهدفان فقط إلى إنقاذ ما تبقى من أموال لدى المدين، فلا يحولان دون وقوع الخطر، بل يهدفان إلى منع تفاقمه. الإعسار القانوني
أضيق من الإعسار الفعلي، والإعسار الفعليا لا يكون بالضرورة معسر، والمعسر فعليا لا يكون بالضرورة معسرا إعسارا قانونيا، وأن للمعسر إعسارا قانونيا لا بد أن يكون معسرا فعليا. من أبرز التوصيات التي جاءت في ختام الرسالة: نوصي المشرع العماني بأن يعيد النظر في أحكام المواد المنظمة للدعوة الغير مباشرة بطريقة تكفل حقوق الدائنين في الحفاظ على ضمانهم العام، وذلك بأن يجعل الدائن رافعها متعلقا بالحق الذي يستعمله باسم مدينه، تعليق الدائن الحاجز بالمال المحجوز عليه لدى الغير. ثانيا، نوصي المشرع العماني بوضع نص صريح وواضح حول ثبوت تاريخ التصرف المنشئ لحق الدائن، وذلك تجنبا لوقوع منازعات واختلالات حول هذه المسألة. فيما يتعلق بآثار الصورية بالنسبة للغير، فقد قصر المشرع العماني مفهوم الغير على ذكر الدائن والخلف الخاص فقط، غير أن مصطلح الغير أشمل من ذلك، وكان من الأفضل استعمال مصطلح الغير لشموليته بدلا من الاقتصار على الدائنين والخلف الخاص. لجنة المناقشة. أيها الحضور الكريم، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فمن باب ذكر الجميل ورد المعروف فأني أقدم أجزل الشكر العظيم والامتنان العاطر إلى وطني الغالي عمان على المجد والشموخ، وإلى تلك الولاية العريقة ولاية سحار التي احتضنت طفولتي وشبابي، إلى قريتي التي ركضت على ترابها ولعبت على شاطئها الجميل. وخالص شكري وتقديري لجميع من دعمني ووجه لي النصائح والتوجيهات من أعضاء وإدارة الجامعة والهيئة الأكاديمية وهيئة التدريس، وخص كلية الحقوق على رأس الهرم عميد الكلية الدكتور جميل بن عامر الهنائي، وإلى أساتذتي الذين لم يبخلوا بعلم ومعرفة ونصح وتوجيه، وكانت لنا الفرصة أن نرتشف من أنهار عطائهم ونقطف زهورا من بساتين علمهم، ولزملائي في مرحلة الماجستير على حسن أخلاقهم وتعاونهم على وكل الشكر والتقدير لكم جميعا. والشكر العميق للجنة المناقشة التي أتشرف الآن بالوقوف أمامها لقبولهم مناقشة رسالتي، وعلى جهودهم ووقتهم الثمين الذي حظيت به مناقشة هذه الرسالة، وعلى كل نقطة وملاحظة سوف أستمع لها، والتي ستساعدني في تحسين مهاراتي الأكاديمية، وكل آذان صاغية لكل ما يعطوني من تقييم. أشكركم جزيل الشكر على الجهود الكبيرة التي بذلتموها لتحليل وتقييم رسالتي، وأخص بالشكر راعي فكرة هذه الدراسة منذ بدايتها وحتى هذه اللحظة الأستاذة الدكتورة هبة أبو بكر عوض، أستاذة القانون بكلية الحقوق بجامعة البريمي، مشرفة الرسالة التي وافقت على توجيه رسالتي. أشكر لها توجيهاتها القيمة ونصائحها الدائمة التي كانت مصدر إلهام لي، ومتابعتها المستمرة لهذه الدراسة التي خرجت بالصورة الماثلة بين أيديكم الآن، وعلى كل ما أفضت به علي من علمها ومعرفتها الواسعة، وعلى ما أسهبت به من وقت وأمضت من جهد في سبيل تصويب وتصحيح هذه الرسالة حتى خرجت على هذا الوجه. استفدت منها بشكل كبير في بحثي، وأسأل الله العلي القدير أن يجزيها عني خير الجزاء ويتقبل جهدها معي ويجعل في ميزان حسناتها ويعينها على نشر العلم والمعرفة ورسالتها السامية في الحياة. لجنة المناقشة. أيها الحضور الكريم، على هذا وعلى نحو ما تقدم من بيان جرت الدراسة التفصيلية عليه في هذه الرسالة التي أسأل المولى عز وجل أن يتقبل كل حرف فيها خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع بها ويمن، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. ولكم جميعا أقول شكرا لكم حسن الاستماع والإنصات إلى هذه الكلمة، وأعتذر إن كنت قد أطلت فما يليق للطالب أن يطيل الحديث أمام أساتذته، بل ينبغي عليه أن يصمت وينصت ويطيل الصمت ويحسن الإنصات حتى يتعلم وينهل من نهر علمهم الزاخر وبحر عطائهم، ويستمع إلى تقييمهم جهده البشري الذي يماثل أي عمل بشري في احتمال صوابه أو احتمال الخطأ. فشخصي الضعيف جمع ورصد المادة العلمية من شتات المراجع، وحاول التأليف بينها وإبداء الرأي في مواطن الإبداع، وحسبي في ذلك جهد الطالب وإن ضعف المطلوب. فلكل شيء إذا ما تم نقصان، فما كان عندي من صواب فمن الله عز وجل وحده، وما كان عندي من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء.
ويشرفني ويسعدني أن أصغي لكريم توجيهات رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة الكرام، مستفيدا ومصححا لما قد أكون قد وقعت فيه من تقصير أو خطأ، فجزاهم الله عني خير الجزاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الذي نحن سعيدين اليوم أن نتشرف أن نكون بنعيته في هذه الجلسة. شكرا جزيلا للفاضلة الدكتورة هبة أبو عوض، وشكرا لجماعة الكريمة على دعوتها الكريمة للمشاركة في هذه المناقشة بالحكم على هذه الرسالة القيمة، والواضح أنها مبذول فيها جهد كبير وطيب تشكر عليها أخي صالح. الشكر كذلك موصول لأخي الأستاذ الدكتور أسامة على تشرفي بالجلوس معه ومع الدكتورة هبة في هذه المناقشة. التحية الخالصة والكبيرة للحضور الكريم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع وأن يبارك فيكم وأن يحفظكم من كل شر وسوء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. من الواضح أن الرسالة كما ذكرت في المقدمة بذل فيها جهد كبير يشكر عليه الباحث الأخ صالح، ورد فيها العديد من الجوانب الإيجابية مثل الالتزام بمعايير البحث العلمي المتعارف عليها من حيث تقسيم المقدمة إلى أهمية ثم إشكالية ثم منهجية الدراسة، والتي جاءت متنوعة بين المنهج التحليلي والمنهج الوصفي والمنهج المقارن. أيضا جاءت خطة الدراسة إلى حد كبير متوازنة بين ثلاثة فصول. أيضا اختتم الباحث أو الطالب هذه الرسالة بخاتمة ذكر فيها النتائج ثم التوصيات، ثم بعد ذلك أورد قائمة للنجاح وجهة نظر قانونية وتحليل دقيق يعتمد على النصوص القانونية والآراء الفقهية التي تقال فيما يتعلق بموضوع أي موضوع من موضوعات الدراسة. الباحث الأخ العزيز صالح الحمداني برزت وظهرت شخصيته بوضوح في هذه الرسالة، إطلاقا لم يتردد في أن يبرز رأيه الشخصي حتى في المسائل الخلافية، وأيضا فيما يتعلق بالتعاريف والآثار المترتبة على التعاريف. أشكرك يا أخي صالح وأكرر لك أيضا أن ملاحظاتي متواضعة بالتأكيد أمام هذا الجهد الذي تشكر عليه. أكرر أيضا شكري وتقديري للأخت الفاضلة الأستاذة الدكتورة هبة أبو بكر عوض، والأخ العزيز الجليل الأستاذ الدكتور أسامة وأخونا، وهذا يشكر عليه الباحث على مراجعة هذه الرسالة من الناحية اللغوية، وإن كان فيها بعض الأخطاء التي بالتأكيد يا أخي صالح لن تنتقص بحال من الأحوال من هذا الجهد الطيب الذي بذلته في سبيل إخراج هذه الرسالة. وقبل أن أبدأ ببعض الملاحظات أرحب بأخي العزيز الأستاذ إبراهيم الأعزائي إلى تلك الولاية العريقة التي احتضنت طفولتي وشبابي، إلى قريتي التي ركبت على ترابها ولعبت على شاطئها الجميل. أنت شاعر يا راجل واحنا معك أنت بجانب إلى إنك باحث قانوني وفقيه مستقبلي إن شاء الله في القانون، أنت كمان شاعر وتتبع السجع أيضا في الشعر ما شاء الله. ولكن كنت أود أن أعلم ما هذه الولاية. أنت ذكرتها في المقدمة اللي أنت ذكرتها في البداية، ولكن كان من الأفضل أن أنت تذكرها القرية كمان إلى تلك الولاية العريقة التي احتضنت طفولتها. وكذلك صفحة ج كل هذه ملاحظات شكلية، ويحاول قدر المستطاع أن يقسم خطة الدراسة إلى فصلين أو مبحثين، ما تخليها سلاسل.
سلاسة يبقى الموضوع هرب منك. لو أنت فعلا وكونها بالمصري يعني أستاذ في القانون ومحنك ومعلم قانون، تخليها فقط تسليم. لأن أي شيء يكون له كبير جناحات بين القانون العماني وقوانين أخرى عدة. هذا من شأنه يا أخي صالح أن يشتت القارئ ويشتت الباحث نفسه، لأن سيكون مجرد سرد لنصوص قوانين نص القانون العماني قانون المعاملات المدنية 200 سنة على استعمال اصطلاح الالتزام الطبيعي، وهذا الاصطلاح بالفعل قد ذكره ودرج عليه المشرع المصري في القانون المدني الالتزام الطبيعي، ولكن في المادة 221 من قانون المعاملات المدنية درج المشرع العماني على استعمال اصطلاح الالتزام الواجب قضاء. ولا مشاحة في الاصطلاحات، ولكن نلتزم بالأخير بما ورد في قانون المعاملات المدنية العماني، لأن الرسالة في الأخير كتبت من قبل باحث عماني لا تكتب، وكذلك من النظام القانوني العماني بيشمل التشريع والقضاء والفقه. فأنت هنا ما في حدود مكانية، لأن أنت بتقارن القانون العماني أو النظام القانوني العماني بالنظام القانوني المصري والإماراتي وغير ذلك. يبقى يعني أنا من وجهة نظري والأمر للأخت الفاضلة الأستاذة الجليلة المشرفة الدكتورة هبة في يعني هذه المسألة، أنت بتذكر حيثيات الحكم، أي حكم في المادة. ما يذكر الحكم بحيثياته في المادة، يذكر فقط منطوق الحكم أو القاعدة القانونية أو المبدأ الذي قرره الحكم القضائي، ولكن الحيثيات ووقائع الدعوة تذكر في الحاشية لا في المبدأ. الملاحظة العامة الرابعة فيما يتعلق بإيراد فصل تمهيدي مفهوم الالتزام. أولا أنت خلطت ما بين الماهية والمفهوم والتعريف. الماهية أعم وأشمل من هذين الاصطلاحين من التعريف والمفهوم. كذلك يختلف المفهوم عن التعريف بأن المفهوم هو خلاصة التعاريف التي قيلت في شأن أي اصطلاح، ولكن التعريف بيعبر عن الآراء الفقهية. المفهوم هو الخلاصة التي انتهى إليها هذا الاصطلاح. أي صور أخرى قد يكشف عنها التطور في المستقبل. فأنت خلطت بين الماهية والتعريف والمفهوم. دائما الماهية بتكون أوسع وأعم، بتشمل التعريف، بتشمل المفهوم، بتشمل الأنواع، بتشمل الخصائص. كأني بقول لك تماما أنت بتذكر أي اصطلاح، فأنا بقول لك بالمصري إيه هو. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تحية للدولة اللجنة رئيسة اللجنة الزميلة دكتورة عزيزة، وهي يعني لا نقول يعني هي طالبتي يعني، وهذا يشرفني من تبحث اللجنة وكذا العلم يعني، تلاحقت الكتب يعني تشرف دكتورة هبة أبو بكر عوض، وأتشرف وأسعد يعني سعادة البروفيسور الأستاذ الدكتور محمد ربيع في كلية البرين. في بعض الأصول هذا لا ينقص من جانب الطالب، أصول تتعلق بالسياقة وخاصة يعني في عدم دقة أو عجلة عن الطالب من الكبار الصبورين في عجلة في السياقة وعدم الأخطاء والفعيلة والتراجع مذكورة هنا. وأيضا هناك في التخطيط بعض التخطيط وتسمية العناوين التثرية. أيضا هناك موضوعات يعني مهمة كانت سوف يعني تسمي الموضوع الثاني كان إضافة، منها موضوع
الفكر الإسلامي جدا فيما يتعلق في هذه الوسائل، وسائل الدعاء وهناك نماذج مذكورة هنا والبقية موجودة. أيضا في نتائج في جوف الرسالة، هناك نتائج ممتازة لكن لا تبقى رسالة. أيضا نوضح هذه التقنية بتعطي أو بتعكس إلى طالب القرآن. بالنسبة للملاحظات التفصيلية اسم النماذج منها من العنوان صحيح وضع التشريع الروحاني لم يستخدم أصلا زمن الكثير شكرا لكم كما ذكر القانون المدني تحكم دائما القانون المدني لا يكتب زي ما احنا الملاحظات كانت ملاحظات متطابقة. أنا شايفة إنكم ملاحظات كثيرة يعني أمامي هي متطابقة، فمع الاتفاق إن شاء الله سيأخذ الباحث في الملاحظات المدونة على نسخ السادسة القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى. الباحث دون هذه الملاحظات ودون هذه الصفات سيكون على اللازم إشرافنا وتوجيهنا. نسأل الله سبحانه وتعالى قبول كتاب العمل يزيده عليه الأجر مستميتكم خروج التقييم إن شاء الله. سبحانه وتعالى 5 دقائق ثم نعود إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين. اليوم الأربعاء 7 من شهر ذي القعدة 1445 هجرية، الموافق 15 مايو من سنة 2024، كلية الحقوق جامعة البريمي انعقدت اللجنة المشكلة من الأساتذة الأستاذ الدكتور محمد ربيع فتح الباب حكما خارجيا، الأستاذ الدكتور أسامة محمد عثمان خليل محكما داخليا، الدكتور هبة أبو بكر عوض مشرفا ورئيسا. قررت اللجنة استنادا إلى التقارير الفردية الواردة من قبل أعضاء اللجنة والاستماع لدفاع الطالب عن بحثه، وبعد التداول قررت اللجنة وفقا للنظم واللوائح المعتمدة بكلية الدراسات العليا جامعة البريمي، قررت الآتي: أولا قبول البحث التكميلي المقدم من الباحث الطالب صالح بن سعيد بن صالح الحمداني صاحب الرقم الجامعي 211-004. ثانيا التوصية: نوصي بإجماع الآراء منح الطالب صالح بن سعيد بن صالح الحمداني درجة الماجستير في القانون الخاص بتقدير ممتاز. بارك عليك يا صالح، وعقبالك الدكتوراه ان شاء الله. شكرا لكم. الله يكرمك ويوفقك ويرفع ان شاء الله الجميع ان شاء الله. أنا في نهاية هذه المناقشة العلمية يعني أقول أن وراء هذا الجزء المقدر بامرأة عظيمة، يعني زوجة صالح كانت صالح وكأنها هي الباحثة يعني معه، فأنا أشكر لها وليس كل نساء عمان مثل يعني
امرأة صالح هذا ما شاء الله. في المتابعة وفي المثابرة والحرص يعني والحضور وتحديد الأوقات للمتابعة كمان يعني. فشكرا لها على ذلك يعني. دكتور جميل على الجهود اللي فعلا. الحمداني درجة الماجستير في القانون الخاص بتقدير ممتاز. الله وثق اللحظة بصورة كل يعبر عن شعوره، هذه النهايات السعيدة اللي نبيها من زمان. فرح اليوم فينا يبتدي من بعد جهد وتفاني وامتحان التخرج حان وعدى كل شيء، عدى كل شيء حصريا لك. واخيرا حلمنا تحقق وحان، والفرح اليوم فينا يبتدي من بعد جهد وتفاني وامتحان التخرج حان وعدى كل شيء، وعدى كل شيء. باركوا صلوا حتحقيق الهدف، ناجحة متخرجة بعزم وشغف، وبالشهادة فرحها ما تنوصف، وسعيها للقمة ما يوم وقف. باركوا صلوا حتحقيق الهدف، ناجحة متخرجة بعزم وشغف، وبالشهادة فرحها ما تنوصف، وسعيها للقمة ما يوم وقف. بصلوحة عزمها